الضربة الثانية لأولمبيك أسفي. ثانية تضيع لأولمبيك أسفي. اللاعب يرمي الكرة خارج المرمى. إذن في انتظار تسديد الضربة الثانية لفريق نهضة بركان. لاعب فريق نهضة بركان يستعد لتسديد الضربة الثانية. إخواني مباشرة معكم من المدرجات، والضربة الثانية لنهضة بركان تضيع. الثالثة لفريق أولمبيك أسفي يسددها لاعب فريق أسفي بنجاح. اللاعب حمزة المساوي يستعد لتنفيذ الضربة الثالثة. إذن في انتظار تسديد مساوي للضربة الثالثة. إذن حمزة المساوي يسدد ويسجل الضربة الثالثة بنجاح في انتظار الضربة الرابعة للاعبي أولمبيك أسفي. إذن هل سيسجل لاعب أولمبيك أسفي الضربة الرابعة أم يضيعها؟ إذن يسجل الضربة الرابعة. إذن اللاعب المرابط يستعد لتنفيذ الضربة الرابعة. يسجل الضربة الرابعة في انتظار الضربة الخامسة للاعبي أولمبيك أسفي. إذن الضربة الخامسة للاعبي أولمبيك أسفي في انتظار تسديده لهذه الضربة. إذن يسجل الضربة الخامسة لاعب أولمبيك أسفي بنجاح. نعتذر إخوان عن رداءة الصوت. اللاعب سانتوس يتقدم لتسديد الضربة الخامسة. إذن هل يسجلها أم يخطئ ويحسم فريق أولمبيك أسفي كأس العالم؟ اللاعب سانتوس يسجل الضربة الخامسة لنهضة بركان. الضربة الخامسة لأولمبيك أسفي يسجل بنجاح. يسدد انتظار
النتيجة. إذا لاعب غادي يسجل الضربة السادسة بنجاح. جميع الضربات تسجل، الحبلي لم يتصدى لأي ضربة باستثناء الثانية التي رماها اللاعب خارج المرمى. إذا هدف انتظار اللاعب عسال بنهضة بركان الذي سيرمي عفوا اللاعب عسال هو فعلا عسال هو الذي سيضرب الضربة السابعة. في انتظار تسديد هذه الضربة. إذا هنيئا لفريق أولمبيك أسفي في كأس العرش. هنيئا، تسديدة غريبة من اللاعب عسال، وهنيئا لفريق أولمبيك أسفي في هذا الكأس.